اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مجموعة من القرارات خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقده الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي كان أهمها موعد الكشف عن هوية الدولتين المستضيفتين لبطولة أفريقيا للأمم 2025 و 2027. وأكد كاف من خلال موقعه الرسمي أن يوم الأربعاء 27 من سبتمبر أيلول الحالي سيكون موعداً للكشف عن البلدين المنظمين للكان في نسختيه المقبلتين، بعد أن نالت ساحل العاج شرف تنظيم النسخة القادمة من المسابقة التي ستدور في بداية العام المقبل 2024، وذلك خلال اجتماع آخر للمكتب التنفيذي الذي ستحتضنه مجدداً العاصمة المصرية القاهرة. وتقدمت المغرب والجزائر وزامبيا بالإضافة لملف مشترك بين نيجيريا وبنين لتنظيم الكان 2025، بينما تقدمت السنغال والجزائر ومصر علاوة على ملف مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا لتنظيم البطولة الأفريقية لعام 2027. ودون إطالة التشويق الأمور محسومة، المغرب سينظم 2025 والسنغال 2027، ودولة الجزائر التي نافست بلادنا تعيش على وقع الفضائح. منتخب الجزائر يطلب اللجوء الكروي في تونس. مدرب تنزانيا عمروش قبل مباراة الجزائر في تصفيات الكان قصف الجزائر بسبب ظروف الاستقبال المهينة وملعب عناب مسرح المواجهة صبغوا له العشب